نهى، ايه يا حبيبي؟ اعملي حسابك ان ابويا وامي جايين يتغدوا معايا النهارده. بجد؟ والله. يجوا ينوروا طبعا. تسلمي، ربنا يخليكي. هعمل لهم كل الاكل اللي بيحبوه. تسلمي يا حبيبتي. هينوروا الدنيا طبعا. ماشي يا حبيبي، انا هعمل الاكل بقى. ماشي يابا. بسم الله ما شاء الله. ايه الاكل الحلو ده؟ حلو بجد يا محمد؟ لا بجد تسلم ايدك، 100 100. يعني ما زودش اي حاجه تاني؟ لا كده 100 100، تسلم ايدك بجد يا نهى. تسلم يا حبيبي، يا رب يعجبهم. شكلهم بيخبطوا. طب افتح له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورت يا بابا. يا محمد يا حبيبي. نورت يا ماما. عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. نورت البيت كله. ريحة الأكل ازيك يا طلعت نهى؟ جري. عامل ايه؟ احنا شمينا ريحه الاكل. يا رب يعجبكم. اطلع. اتفضلوا. اتفضل. نورتوا الدنيا والله. لو اعرف ان انتوا جايين من بدري انا كنت عملت لكم احلى اكل، بس دي حاجه يعني كده على قد ما اسره. يا ابني الخير كتير اهوت وربنا مكتر يعني، وتسلمي يا نهى. ولا ايه يا حاج؟ طبعا ده كفايه تعبها ووقفتها في المطبخ. كتر خيرك يا بنتي والله، تسلم ايدك بألف هنا يا طنط. حبيبتي. يلا بقى انتوا هنفضل نتكلم كده، اتفضلوا كلوا. ماشي يا حبيبتي. تسلم ايدك. تسلم بايدك يا بنتي. انا عارفه بقى ان انتوا بتحبوا الشاي بعد الاكل، عملت لكم احلى كوبايتين الله شاي. ينور عليك يا نهى يا بنتي. بألف هنا يا عم. ايدك تسلم ايدك يا مرات ابني يا حبيبتي يا غاليه. بألف هنا يا حبيبتي. ربنا رزقنا بمرات ابن. لا مرات ابن ايه دي بنت. ربنا يديكي الصحه يخليكي لينا يا حبيبتي. حبيبتي. انتوا كده بقى هتحبوها اكتر مني، انا كده هغير منها. لا يا محمد تغير ايه يا ابني؟ ده المثل بيقول لك قبل ما تناسب حاسب. وبعدين يا محمد يا ابني، انت كويس ان انت سمعت كلامنا، فكلامنا طلع في ايه؟ في محله. ما شاء الله عليها، اصيله وبنت اصيل. شكرا يا عم، ربنا يخليك. يا عم اقول لك يا محمد، نعم يا بابا. اوعى في يوم من الايام تزعل مراتك، فاهم؟ في عناية يا حاج. وبعدين خلي بالك، دي اصيله وبنت اصيل زي ما قلت لك. وبعدين في الزمن اللي احنا فيه ده، الجيل اللي طالع ده عمرك ما هتعوضها، مش هتلاقي واحده زيها. مفهوم؟ لان دي بتحبك، واللي بتحب انسان بتحب الريحه اللي منه، اللي هو ايه؟ ابوك وامك. صح يا حاج. صح؟ صح يابا. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يخليك يابا. يبارك فيها ويخليها لك يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك لنا يا حاج. نهى نعم يا حبيبتي. بس يا حبيبتي نعم. انا هوصيك تاخدي بالك من محمد. بيتك حافظه عليه، وجوزك انا عارفه ان انت مش محتاجه ان انت تتوصي. في عيني والله. انت بنت اصول. بس يا بنتي عايزه اقول لك على حاجه، لا تسمعي من واحده ولا تسمعي من حد بره، واي مشكله تحصل بينكم طالما الباب مقفول ما تخرجش. طب انت شايفه ان انا محتاجه توصيه على محمد؟ انت عارفه ان هو في عيني، والله هو اللي محتاج يتوصى عليا. وبعدين يلا بقى عشان الشاي برد. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدك يا حبيبتي قلبي. تسلم. اتفضلي يا حبيبي. تسلم ايدك. أبويا بيوصيني على مراتي، ما يعرفش إن هي في عينيا، وما يعرفش أصلا هي عملت معايا إيه وقت ما كنت في محنة. ده أكتر واحدة بتحس بيا، حست إن أنا زعلان من غير ما أقول لها. ولما عرفت إن أنا واقع في مشكلة ومحتاج فلوس، دخلت الأوضة وخرجت بعد دقيقة معاها 3000 جنيه، وقالت لي دي فلوس كنت محوشاهم من مصروف البيت لوقت زنقة وغيره وغيره. وبصراحة كده لو لفت الدنيا مش هلاقي زيها، لأنها كمان بتحب أهلي زي ما بتحبني بالظبط. وكفاية نظرة أبويا وأمي ليها اللي كلها حب ورضا. تصبح على خير. نورتوني. صباح على خير يا حبايبي. سلام يا نهى. سلام يا عم. مع السلامة يا بابا. تسلمي لي يا نهى، ربنا يخليك. شرفتني ورفعت راسي قدام اهلي. يا حبيبي وانا عملت ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. وبعدين ايه اهلك دي؟ مش اهلك هم اهلي؟ ما هو ده العشم برضه يا نهى. هو انا واخد اي واحده والسلام؟ ده انا واخد ست البنات وست الناس كلهم. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبي يا رب. حبيت بس أوضح لكم إن في بيوت عايشة في سكينة، ومش كل الحموات بتكره مرات ابنها، ومش كل مرات ابن بتكره حماتها. لا، ده في بيوت بيحبوا مرات ابنهم أكتر من ابنهم، وكمان في بيوت الزوجة بتحب أهل جوزها كأنهم أهلها بالظبط. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. صلوا على النبي.